راسك واحكي واش صرا معك، واش صار لك اليوم. تحية ديال الرفاق والرفيقات، يعني تحية للرفاق والرفيقات لكل من التنظيمات اللي حاضرة معنا، مثل تونس، الجزائر، موريتانيا والمغرب. باسم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية الشباب المعطلين في المغرب كنحيي كافة المناضلين. أكيد بأنه كان عندنا لقاء ملتقى مغاربي على أساس نقاش واقع البطالة والواقع الاقتصادي والسياسي ديال البطالة في كل الدول المغاربية. أكيد كنتفاجئوا اليوم في الصبيحة ديال الحصار ديال الأجهزة ديال القمع ديال النظام الجزائري، اللي طبعا تفاجئنا أنهم كان اعتقال جماعي ديال كافة الرفاق والرفيقات، كان اعتقال ديال المعطلين ديال تونس، ديال الجزائر، ديال موريتانيا، والرفاق كذلك ديالنا في سنابط. أكيد أنه واحد السيناريو اللي هو رهيب جدا، تحقيقات ومحاضر ديال الدياجي وديال البي جي ديال الأجهزة ديال القمع اللي كان ماراثوني على مدار تقريبا واحد 7 أسواع ولا 8، اللي كان أكيد كيبين على أنه الشعارات اللي كيرفعها هذا النظام، هذا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ومجموعة من الشعارات، أنها كتأكد بأنه هذه ما هي إلا شعارات مزيفة وملصقة. كذلك في العلاقة أنه هذه التحقيقات اللي أكيد أداروا لنا واحد السيناريو ديال أننا كذوي الحق. نعم، حنا كنقولوا بأنه هذا الاعتقال اعتقال سياسي ديال كافة الرفاق والرفيقات اللي تعتقلوا، اللي كان اعتقال جماعي، وأكيد أنه داروا لنا محاضر وتحريات ديال المجرمين ديال الحق العام، هذا اللي كندينوه كمكتب تنفيذي ديال الجمعية الوطنية. أكيد بأنه الآن نحن محاصرين في الفندق، ويعني وتمت السلطات من طبيعة الحال ديال هذا النظام هذا قررت الترحيل ديالنا والبلدان ديالنا على اساس انه الملتقى ما يكونش، في حين اننا عقدنا ملتقيات في تونس، عقدنا ملتقيات في المغرب وفي مجموعه ديال الدول. كذلك في العلاقه اننا عندنا علاقات اللي هي على المستوى الدولي، عندنا اصدقاء اطار التقدميه والديمقراطيه على المستوى الدولي، منهم لا سي لا تي سوليدير دي فرنسا، وهذا ما عاد يحدثناش. اكيد بان هذا لن يقف حاجزا امام تطلعات المعطلين والمعطلات في التنظيمات اللي سبق الذكر ديالها، وعادي نحققوا هذا المكتسب هذا اللي كان نضع عليه. واكيد بانه غادي يكونوا ملتقيات